حضرتك اللي حصل بالظبط وبالنص ما بين عبد الله وبين حسام عبد المجيد. ماشي. عبد الله السعيد كان متضايق شويه، ما كانش كلامه لحسام عبد المجيد بس، كان كلامه لاكثر من لعيب في الفريق، بيقول لهم في جاب ما بين خط النص وما بين الدفاع، المساحه دي عايزين نقفلها. بس طبعا بتنشنه او بعصبيه كان متضايق، وكلامه كان لحسام وللونش وده وارد وعادي يعني لكل حاجه، يعني مش بيلوم لحسام عبد المجيد بشكل واضح انت يا حسام مثلا عملت كذا، لا عبد الله قال لهم في جاب ما بين خط الوسط وما بين الدفاع، عايزين نقفل المساحه دي. حسام عبد المجيد رد على عبد الله كوره، يعني ايه بيرد عليه؟ لا احنا بنعمل كذا، بنضغط كذا، بس التنشنه واداء نادي الزمالك كان مؤثر على اللعيبه. للامانه كل اللعيبه اللي كانت موجوده في الواقع اكدوا ان حسام ما قالش حاجه فيها اساءه لعبد الله او فيها تجاوز او حاجه ضد عبد الله السعيد خالص. هو القصه كلها تنشنه وعصبيه ما بين الاثنين. عبد الله زي ما قلت لحضرتك قبل كده كابتن، يعني هو عمر جابر كابتن الزمالك، لكن عبد الله جوه الملعب وبره الملعب يعتبر هو الكابتن الحقيقي لنادي الزمالك، واخد صلاحيات كابتن في كل حاجه، بيتكلم مع اللعيبه كمان وتوجيهات وتعليمات في كل حاجه. حسام عبد المجيد دخل جوه اعتذر لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بالمناسبه باعتباره كابتن نادي الزمالك لو كان عايز يعني لو كان عايز يطلب توقيع غرامه على حسام عبد المجيد او حاجه، او شاف ان حسام حتى تجاوز كان طلب.